مرحبا وتحياتي للجميع. في هذا الفيديو سنتحدث عن كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، تأليف ديل كارنيجي. إذن كتاب كله يحمل الثقة بالنفس وتنمية هذه الثقة في تحقيق التجارب الناجحة. إذن عموما كتاب جميل يحمل مجموعة من القصص الواقعية التي تعبر عن محتوى هذا الكتاب. هذا الكتاب يتضمن 5 فصول. الفصل الأول هو بعنوان الفنون الأساسية في معاملة الناس. الفصل الأول الفنون الأساسية في معاملة الناس. إذا أردت جمع العسل لا تركل الخلية. إذن الشخص الذي يبحث عن المعرفة يسعى إليها. لكي تفهم الجميع سامح الكل. إذن لا بد من التسامح والتواصل لتحقيق المعرفة والنجاح. الكل يبحث عن تحقيق الأهمية. إذن أعمق دافع في طبيعة الإنسان هو الرغبة في أن يكون مهما وأن أكون له تقدير في هذه الحياة. تحقيق شعور بالأهمية يجعل الشخص محبوبا. إذن البحث عن الأهمية كل ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه، وكذلك لتحقيق ذلك لا بد من الإصغاء، فالإصغاء طريق النجاح، والإصغاء هو طريق لكسب محبة الناس. إذن هذه فنون وظفها الكاتب في هذا الكتاب لكي يسعى الإنسان إلى تحقيقها من أجل الحصول على محبة الناس. الفصل الثاني بعنوان 6 طرق لكسب محبة الناس. أولها أظهر اهتماما حقيقيا بالآخرين. أظهر اهتماما حقيقيا بالآخرين. إذا أردت أن يحبك الناس عليك أن تكون مهتما بالناس اهتماما جوهريا. ثانيا ابتسم. الابتسامة هي الوسيلة لتحقيق علاقة جميلة مع الناس. الابتسامة قد لا تكلف شيئا لكنها تخلق الكثير. إذن علينا أن نبتسم. قاعدة الثالثة تذكر أن اسم الشخص هو أجمل وأحب الأسماء إليه. إذن علينا أن ننادي الأشخاص بأسمائهم. القاعدة الرابعة كن مستمعا جيدا، فالإصغاء طريق النجاح. الإصغاء طريق النجاح، فالناس تريد أن نصغي لها، أن نسمع لها، لهمومها، لمشاكلها. فالإصغاء تجعلنا نكسب محبة الناس. تحدث مع ما يسري ويسعد محدثك ويمتع. إذن التحدث في مواضيع تجعل الشخص الذي تتحدث معه سعيد وممتع بحديثك معه. اجعل الشخص الآخر يشعر بالأهمية. إذن اجعل الشخص الآخر يشعر أنه مهم، وافعل هذا بصدق وليس بالكذب وليس تملقا. إذن اجعل الشخص الآخر يشعر بالأهمية وبأهمية الحديث بك وأهمية النقاش معك لكي تكسب محبته. فالمحبة شيء لا يقدر بثمن ويجب أن يكون خالصا. الفصل الثالث بعنوان 12 طريقة لكسب أو لكي تجذب الناس إلى طريقة تفكيرك. أولها لا تجادل. تدرب على الصمت أحيانا. تجنب المشاجرات والجدال.
إذن الطريق الوحيد للوصول إلى نقاش أفضل هو تجنبه. إذن محاولة الامتناع عن تصادم مع رغبات الآخرين. القاعدة الثانية: احترم آراء الشخص الآخر ولا تقل لأحد أنه مخطئ. إذن احترم آراء الشخص الآخر ولا تحاول أن تبين له أنه مخطئ. إذا كنت مخطئا سلم بخطئك. إذا كان الشخص مخطئ عليه أن يسلم وأن يعترف بخطئه، وهذا يجعل كطريقة لكسب تفكير الناس. استعن بالرفق ودع العنف. إذن ابدأ بأسلوب ودي ولا تقرب إلى العنف. اسأل أسئلة تحصل على إجابتها بنعم. إذن حاول أن تسأل الشخص الآخر، هي في حد ذاتها أسئلة، ولكن المجيب سوف يجيبك كأنه جواب، وسيحس بأنه هو الذي قدم تلك الأجوبة. دع الشخص الآخر يتحدث عن نفسه. دع الشخص الآخر يشعر أن تلك هي فكرته وأنه يتحدث عن نفسه. فالحديث عن نفسه يجعله مرتاحا ويتواصل بفعالية، وقد يعطيك معارف قد تحتاجها. إذن قلنا دع الشخص الآخر يعتقد أن الفكرة فكرته. دع الشخص الآخر يشعر أن تلك فكرته. القاعدة الثامنة: حاول أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. حاول بأمانة أن ترى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر. القاعدة التاسعة: تعاطف وقدر أفكار الشخص الآخر ورغباته. يعني قدر أفكار الشخص الآخر وأبدي عطفك أو تعاطف وقدر أفكاره. القاعدة العاشرة: الجأ إلى الدوافع النبيلة وليس إلى الدوافع الشريرة. القاعدة 11: صغ وعبر عن أفكارك في قالب تمثيلي. عبر عن أفكارك في قالب تمثيلي مسرحي يكمل طابع النكتة إلى غير ذلك، حتى لا يكون خطاب صارم. ابدأ بالتحدي. هي القاعدة 12: ابدأ بالتحدي. تحدي الأفكار، تحدي المشاعر، تحدي الأشياء التي تعيقك. الفصل الرابع بعنوان طرق السيطرة على الناس دون إساءة أو استبداد. أولها: ابدأ بالثناء الجميل والاستحسان المخلص. ثانيا: الفت انتباه الناس بصورة غير مباشرة إلى أخطائهم. ثالثا: تحدث عن أخطائك قبل أن تنتقد الشخص الآخر. تحدث عن أخطائك قبل أن تنتقد الشخص الآخر. رابعا: قدم اقتراحات لطيفة ولا تصدر أوامر صريحة. خامسا: دع الرجل الآخر ينقد ماء وجهه، بمعنى لا تجعل الشخص الآخر في وضع حرج حتى وإن كانت إجابته خاطئة، دعه أن يعبر عنها. امتدح أدنى تقدم وأقل إجادة وكن مخلصا في تقديرك. محاولة تقديم مدح والإخلاص في تقديرك للآخر. امنح الرجل مكانة مرموقة ليتصرف وفقا لها. شجع واجعل الخطأ الذي تريد تصحيحه يبدو سهلا. وأخيرا: اجعل الشخص الآخر يشعر بالسعادة. اجعل الشخص الآخر يشعر بالسعادة من خلال العمل الذي توجهه إليه. هي إذن طرق السيطرة على الناس دون إساءة أو استبداد. الفصل الخامس والأخير بعنوان 7 قواعد لجعل حياتك الزوجية سعيدة. أولها: لا للنكد. لا تتصيد في النكد. لأن الحديث عن حالة تعاسة يفشل في الزواج.
لا تحاول أن تغير شريك حياتك، دعه هو الذي يغير نفسه بنفسه. لا تنتقد، عبر عن تقدير مخلص وصادق، أظهر قليلا من الاهتمام، كن مهذبا ولطيفا، اقرأ كتابا اقرأ كتابا جيدا عن الناحية الجنسية. إذن هذه 7 خطوات أساسية حسب الكاتب لجعل الحياة الزوجية حياة سعيدة، لأن علينا أن نتجنب النكد والانتقاد ومحاولة تغيير شريك الحياة بصورة مطلقة، وبالتالي في غياب التواصل والتفاهم يغيب معها كل شيء. إذن عن طريق التفاهم والتواصل نسعى إلى تحقيق